النهارده هنتكلم عن منحنيات أداء المضخات أو Pump Performance Curves. هنحاول نتكلم عنها بشكل مختلف شوية ونعرف مصنعين الطلمبات يقصدوا بإيه بكل كلمة بيذكروها في الكيرف. هنتكلم سريعا عن البارامترز الموجودة على كيرف الطلمبة ومعنى كل مصطلح. هنشوف الأقطار المختلفة للمروحة بتكون مرسومة إزاي على الكيرف وإيه فايدتها وإيه تأثير انخفاض قطر المروحة على الهيد والفلو والباور وكمان على NBSH. هنشوف نقطة أفضل كفاءة، وأخيرا هنتكلم عن قوانين مهمة جدا بيتم استخدامها من أكتر من 120 سنة، وهي قوانين Affinity Laws. تعالوا ناخد مثال قدامنا كيرف الطلمبة ماركة رانترا، ونفس الكلام ينطبق على جميع منحنيات الأداء المختلفة اللي بتغير بس الشكل الخاص بكل مصنع، لكن التفاصيل كلها واحدة. المهم نبص على الكيرف نلاقي فوق أول حاجة هو الهيد، والثلاث كيرفات على يمينه يمثلوا فلو هيد كيرفز أو QH كيرفز. ننزل شويه نلاقي الكيرفات الخاصه بالباور او القدره المستهلكه بواسطه الطلمبه، بعدين كيرفات NBSH او النت بوزيتيف سكشن هيد اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكربشن تحت. وبعدها اخر حاجه الكيرفات الخاصه بكفاءه المضخه او بامب هيدروليك افشنسي، وطبعا تحت على المحور الافقي ده تدريج التصرف او الفلو. وبالنسبه لكيرفات الكفاءه ففي فرق بين كفاءة الطلمبة والكفاءة الكلية. الكفاءة الموجودة على الكيرف دي بتكون كفاءة البامب، ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا، لكن الكفاءة الكلية بتكون عبارة عن كفاءة البامب مضروبة في كفاءة الموتور، عشان أحيانا بيذكر في المواصفات الفنية إن الكفاءة الكلية ما تقلش عن 70%، فأنت هنا في الحالة دي محتاج تكون كفاءة البامب تقريبا 73.7% أو أكتر، وده بفرض إن كفاءة الموتور 95%، وده مجرد مثال. المهم نرجع للكيرف ونروح للكيرفات الخاصة بالفلو والهيد. هنلاقي مرسوم قدامنا 3 كيرفات، دول بيمثلوا الأقطار المختلفة للريشة. أول حاجة فوق دي أكبر قطر الريشة أو زي ما بيقولوا عليها أكبر خرطة للريشة. تاني حاجة ده القطر المقنن للريشة، يعني اللي هيتم تصميم الريشة عليه، أو بمعنى آخر ده قطر الريشة اللي هيحقق الفلو والهيد المطلوبين. وأخيرا ده أقل قطر الريشة. طبعا القيم دي بتختلف من طراز طلمبة للتانية حسب مقاسها ونوعها، وبتختلف من مصنع للتاني، كل شركة وليها التصميم الخاص بيها. وطبعا مش كل الشركات بتوضح الأقطار على الكيرف، لكن يفضل طبعا ان كل الأقطار تكون موجودة، عشان مثلا لو عميل حصل عنده تغيير في النظام واحتاج يقلل الفلو والهيد للطلمبات الموجودة عنده، يقدر يشوف على الكيرفات هو محتاج يقلل قد ايه في قطر الريشة، او زي ما بيقولوا عليها ياكل قد ايه في الريشة عشان يوصل لفلو وهيد معين. يعني نفهم من الكلام ده ان التغيير في قطر الريشة بيأثر على الفلو والهيد الخاص بالطلمبة. الصراحة هو بيأثر على حاجات كتير مش الفلو والهيد بس، زي ما هنشوف دلوقتي. فمثلا لو ثبتنا التصرف وشفنا الاقطار المختلفه هتدينا رفع كام عند نفس التصرف، هنلاقي ان لما قطر الريشه بيقل الهيد بيقل، ونفس الكلام لما قطر الريشه بيقل الباور اللي البامب بتسحبه بيقل، وكذلك الكفاءه. كل حاجه بتقل مع انخفاض قطر المروحه الا حاجه واحده مهمه جدا وبتسبب كوارث بالنسبه للبامب. الحاجه دي هي NBSH. في الغالب لما قطر المروحه بيقل NBSHR للطلمبه بيزيد زي ما واضح قدامنا على الكيرف. اللي بيحكم التغييرات دي هي قوانين Affinity Laws، هنتكلم عنها كمان شويه، بس خلونا الاول نطلع فوق شويه في الكيرف. هتلاقي 3 نقط مميزين على كل كيرف، النقط دي بتمثل نقطة أفضل كفاءة Best Efficiency Point، واللي بتقولك إن عند تصرف كذا هتلاقي أعلى كفاءة للبامب. في مواصفات بتشترط إن نقطة التشغيل ما تبعدش بأكتر من 15% عن نقطة أفضل كفاءة، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. تلاحظ برضو من الكيرف إن نقطة أفضل كفاءة بتتحرك ناحية التصرف الأقل مع انخفاض قطر الريشة. تمام، قلنا فوق إن اللي بيحكم التغييرات اللي بتحصل في أداء الطلمبة نتيجة التغير في قطر الريشة أو السرعة هو قوانين Affinity Laws، ودي قوانين بتساعدك لما تغير قطر الريشة أو سرعة الدوران، بتساعدك تتنبأ بالتغيير اللي هيحصل على 3 حاجات هما الفلو والهيد والباور. فمثلا هنا قدامنا قوانين في حالة لو التغيير بيتم على قطر الريشة، فهنلاقي مثلا إن لما قطر الريشة يزيد بنسبة ما فالتغير في التصرف هيكون بنفس النسبة. فمثلا لو قطر الريشة زاد 10%، بالتالي التصرف عند نفس قيمة الرفع هيزيد هو كمان بنسبة 10%، لكن التأثير بيكون تقريبا الضعف في حالة الرفع. فمثلا لو قطر الريشة زاد بنسبة 10%، فالهيد عند نفس قيمة التصرف هيزيد تقريبا بنسبة 21%. وبالنسبة للباور التأثير تقريبا 3 أمثال التغيير الحاصل على قطر الريشة. فلو قطر الريشة زاد 10%، الباور هيزيد تقريبا 33.1%. ولو هنتكلم عن قوانين Affinity Laws في حالة سرعة الدوران فهي نفس القوانين اللي قلناها، هنبدل بس القطر بالسرعة، هنبدل دي
ان بترمز لسرعه الدوران روتيشنال سبيد. وتعالوا نشوف مثال بالارقام. المثال هيكون في حاله تغيير قطر الريشه. تعالوا نفترض ان عندنا طلمبه بريشه قطرها 200 ملم وحبيت ازود الفلو الهيد عندي، فطلبت من المورد يبعت لي ريشه اكبر قطرها 400 ملم. فعايزين نشوف الفلو الهيد والباور ازاي هيتاثروا. اول حاجه التصرف. تعالوا نفترض ان التصرف عند قطر 200 ملم كان 100 لتر على الثانيه. حسب القوانين فالتصرف الجديد بريشه قطرها 400 ملم هو 200 لتر على الثانيه. نلاحظ هنا ان نفس قيمه الزياده اتطبقت، الريشه قطرها زاد 200% وكذلك التصرف زاد 200%. تاني حاجه تعالوا نشوف الهيد. ولنفترض ان الطلمبه كانت بتدي رفع 100 متر لما كانت بمروحه قطرها 200 ملم. حسب القوانين فالرفع الجديد هو 400 متر. هنا الهيد اتاثر بضعف التاثير الحاصل على قطر الريشه. الريشه قطرها زاد 200% لكن الرفع زاد 400%. تالت حاجه هي الباور. وتعالوا نفترض ان الطلمبه كانت بتسحب 100 كيلو واط لما كانت بمروحه قطرها 200 ملم. حسب القوانين فالباور الجديد هو 800 كيلو وات. هنا نلاقي الباور اتأثر بثلاث أضعاف أو مكعب التغيير اللي حصل في قطر المروحة. قوانين افينيتي لوز زي ما قلت لك تقدر تتنبأ عن طريقها بالتغيير اللي هيحصل في الفلو الهيد والباور، لكن القيم دي مش هتكون دقيقة 100% طبعا. مفيش حاجة بتتم بشكل مثالي في الواقع، هي دي طبائع الأشياء، ويمكن عشان كده اسمها قوانين التقارب، لكنها طبعا تظل مفيدة ومهمة، ولسه في كلام مهم محتاجين نقوله فيها، ولكن إن شاء الله هيكون في فيديو جاي. سلام.